اهلا وسهلا بكل حبايبي. معاكم جدة ملك، يا رب تكونوا بخير. والنهارده عايزه اسالكم سؤال: هل الرضا بيجي قبل النجاح ولا النجاح هو اللي بيجيب الرضا؟ خليني اقول لكم الحقيقه بمنتهى البساطه، الرضا بيجي الاول وبعدين يجي النجاح. ليه؟ لان الرضا بيخلي قلبك مفتوح ومرتاح، وده بيساعدك تشتغل بهدوء من غير ضغط ومن غير مقارنه نفسك بحد. فلما تشتغل وانت راضي بالنجاح بيجي كله صديق طبيعي للطاقة الحلوة اللي جواك. اما اللي مش راضي دايما تعبان حتى لو نجح بيبص على اللي بعده ويقول مش كفاية، كان لازم اكتر. فعمره ما بيحس بطعم النجاح الحقيقي. بس كمان النجاح بيحب الرضا، يعني لما توصل لنجاح تعبت فيه وتحس بقيمته وتحس انك عملت ايه اللي عليك، والرضا بيرجع لك وبيحضنك زي كانت مستنياكي زي كانت مستنية من زمان. فالنجاح والرضا بيحبوا بعض، بس البداية دايما من القلب من جواك. وعايزة اقول لكم ان كان في واحد بيزرع وردة كل يوم، يصحى بدري ويسقيها، يهتم بيها. حتى في يوم من الايام ما فيهاش شمس، الناس كانت تقول له انت مجنون، هو في امل الورد يفتح، ده الجو برد. يرد وهو مبتسم، انا مبسوط اني بسقيه والباقي على ربنا. مرت الايام وفي يوم الصبح لقى الورد فتح احلى من اي ورد. وفي المنطقة الناس قالوا سبحان الله، وردك احلى من الورد الطبيعي. اضحك. ضحك وقال انا راضي من قبل ما يفتح، بس لما فتح حسيت ان تعبي كان نعمة فوق النعمة. وسؤالي ليكم، الرضا الأول ولا النجاح الأول؟ اكتبولي في التعليقات. فضلا وليس أمر، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.